السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ عملت طريقة جميلة وسهلة وبسيطة خالص، تنفع فطار تنفع عشاء وتنفع كمان سحور في رمضان ان شاء الله. حاجة يا جماعة جميلة، مش هتحتاري كمان في سحور رمضان هتعملي ايه. الوصفة دي هتعجبك ان شاء الله، وجميلة وسهلة خالص وكلها في البيت. اول حاجة انا معايا حباية واحدة من البطاطس كبيرة كده بالشكل ده. غسلتها الاول وبعد كده قشرتها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده هعملها الى حلقات، بس تكون الحلقات بتاعتها ما تكونش تخينة قوي. يعني السمك بتاعها ما يكونش لا تخينة قوي ولا رفيعة قوي. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قطعتها كده حلقات بالشكل ده. بنفس الطريقة كده. حطيتها بقى في بولة او في طبق. وهغسلها حلو. بعد كده بقى جبت حباية من الطماطم، 2 صغيرين كده او واحدة كبيرة كده. بتقطعيها برضو حلقات برضو رفيعة برضو بالشكل ده. قطعتها برضو بنفس الطريقة كده الحبايتين الطماطم. بالشكل ده. وجبت برضو قرن من الفلفل، بدأت ان انا اقطعه برضو قطع صغيرة. طريقة سهلة خالص وبسيطة، وهتغنيكي كمان يا جماعة تحتاري ان انت تعملي ايه لولادك في عشاء او فطار او في كمان في رمضان ان شاء الله في سحورك. طريقة جميلة قوي. اول حاجة بقى انا جبت طاسة على النار ونزلت بحوالي ب3 معالق من الزيت، سبتهم لما سخنوا تماما. بعد كده نزلت بالحلقات بتاعة البطاطس اللي انا قطعتها كده بالشكل ده، حطيتها كده. وهبدأ اقلبها من الوقت للتاني كده لحد ما استوت معايا تماما، والنار تكون هادية يا جماعة خالص. ما تكونش عالية عشان تستوي معايا البطاطس كده وتبقى على نار هادية. بعد كده بقى هضيف الحلقات بتاعت الطماطم برضو. تستوي برضو مع البطاطس كده. تاخد السوا كده مع بعض. البطاطس بتغيب شوية فاحنا سويناها الأول شوية كده. وبعد كده رصصت الحلقات الطماطم كده عليها. وهغطي عليها بقى وهدي عليها البوتاجاز برضو خالص وهسيبها لحد ما تسوي تماما. على ما انا اجهز بقيه المقادير، جبت 3 بيضات نزلت بيهم كده. والقرن الفلفل اللي احنا قطعناه نزلت بيه. ومعايا برضو شويه من الجبنه الرومي برضو المبشوره. وكان عندي برضو حته لانشون كده قطعتها برضو بالشكل ده. وخفقتهم كده مع بعض. بعد كده هضيف بقى البهارات. فلفل اسود معلقة صغيرة. وبرضو بابريكا معلقة صغيرة. وملح برضو معلقة صغيرة. بس كده البهارات بتاعتنا دي. ما احنا هنكتر عن كده. هخفقهم مع بعض كده يندمجوا مع بعض. مع المكونات كلها، وهبدأ بقى اشوف البطاطس استوت معايا خالص والطماطم. كل حاجة استوت معايا تماما. هبدأ انزل بقى بالبيض اللي انا عملته كده والخلطة دي على وش البطاطس والطماطم كده. وهسويها كده بالشكل ده. في المرحلة دي بقى لو عايزة تحطي اي نوع جبن حطيها براحتك انتي. سبتها لحد ما بدأت كده تاخد من الجنوب كده وتستوي خالص. نشفت يعني شوية. بدأت اجيب شوية من الجبنة الموزاريلا احطها على الوش كده. وهغطي عليها لحد ما الجبنة كده تسيح كلتها تماما. كل ده على نار هادية يا جماعة خالص عشان ما تتحرقش مننا. وتستوي معانا هي كده جاهزة معايا. على التقديم قدمتها لولادي بألف هنا شفا ليا وليكم. جميلة يا جماعة وطريقة جميلة وسهلة وبسيطة وكلها في البيت. مش هتحتاري بعد كده تعملي حاجة للسحور كمان في رمضان. هتقومي تعمليها على طول. لايك وشير لو عجبك